هو جبان، فاهم، هو جبان، مدرب جبان أوي، أنت فاهم؟ هو فنيًا كويس، أنا شايف اللعيبة بتمسك كورة وتهاجم وبتاع وكل حاجة، واللعيبة في أول ربع ساعة بتهاجم وكويس، لكن مدرب جبان، واللي يثبت أكتر اللي هو الجبان إنك أنت لمّا بتجيب الهدف الأول بترجع بقى إيه، بتدافع وتلعب على التحولات الهجومية، ودي مش شخصية الزمالك. جوميز كان اللي يفرق فيه من رغم أنا شايف هانيك فريرا فنيًا والله كويس، أنا شايفه كويس فنيًا، لكن جبان، مدرب جبان أوي، فاهم؟ ليه جبان؟ الماتش اللي يثبت اللي هو جبان الماتش بتاع وادي دجله. انت جبت الهدف من هنا هوب البس على طول الهدف الاول في الثاني في ثانيه. الماتش اللي يثبت اللي هو جبان المصري ليه؟ انت جبت الهدف الاول وبقى بيهاجم فعلا كويس، لكن انت لو كنت لبست جون التعادل كنت هيتحط عليه. المصري كانت بتهاجم من رغم ان ده افضل ماتش هو لعبه، لكن كانت بتهاجم. الماتش اللي يثبت اللي هو جبان اول ماتش لعبه سيراميكا كليوباترا كان هو بيهاجم برده بس جه في وقت عمال يدافع. يانيك فيريرا الحلو اللي فيه اللي هو بيهاجم في اول 10 دقايق خطف جون ماشي، هنحاول نلعب على التحولات، الا لو الفرقه دي ساعدتك انك انت تلعب على التحولات. ما عرفتش تلعب على التحولات هتفضل تدافع طول الماتش. مدرب بيخاف، ده اول حاجه. وحش فيه ما بيعرفش يبدل، فاهم؟ لكن فنيا انا شايفه فنيا كويس، اللعيبه بتمسك وبتهاجم وبتعمل، لكن انت بعد ما بتجيب الهدف بتخاف. وده المدرب اللي هو انا بكرهه، ويا عالم بقى هتتغير قدام ولا لا، لان انت حاليا بنسبه كبيره مش هتغير مدرب حاليا. هنشوف الماتش بتاع غزل المحله بكره ونشوف في الاخر المدرب هيستمر ولا لا، وانا اكد لك هو لو كسب هيستمر والمدرب ده مش هيمشي حاليا خالص.